أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة الراديو المجهول. لو أول مرة تسمعنا، إحنا بودكاست إذاعي بندعم فيه صياح الكادحين من العاملين أو اللي لسه بيدوروا على شغل أو اللي لسه في التعليم، وكمان صياح اللي قاعدين في البيت. هنتكلم عن مواضيع مختلفة مع شوية صياح حلوين. مواعيد برنامجنا حد وثلاث وخميس الساعة 7 صباحا. سواء كنت طالب لسه ورايح الجامعة مش طايق نفسك كالعادة وبتجري بين المواصلات عشان تلحق تروح جامعتك، أو موظف رايح شغله وبتجري علشان تلحق بصمتك، أهلا بيك في إذاعتنا. هنتكلم النهاردة عن حواديت في بيوتنا المصرية، وده طبعا وقت ما كان كل البيوت المصرية أغلبها متشابهة وطقوسها واحدة وروتين حياتها واحد، قبل ظهور بقى الكومباوندز والكوميونتي والاختلافات الطبقية اللي حصلت فجأة. تعالوا نفصل شوية بقى ونفتكر أيام زمان. فاكرين أيام زمان وبيوتنا زمان أيام ما كنا لسه في المدرسة؟ أظن إن كلنا أهالينا كانوا بيصحونا بدري بالعافية، ما بتبقاش عايز تقوم وتشيل البطانية من عليك عشان تقوم تروح المدرسة. كنت تقول إمتى أكبر بقى؟ وأهو كبرت يا أخويا ولقيت نفسك بتقوم بدري علشان لو ما قمتش هيتخصم لك أو هتترفد. ما علينا، خلينا نرجع لأيام زمان. طبعا كانت ماما بتحضر الفطار عشان تفطر قبل ما تنزل، ده غير طبعا السندوتشات اللي بتاخدها في الكيس البلاستيك واللي كان ضروري ترجع بيه. كان فيها صياح أمهات دي. دلوقتي السندوتشات بقت تتحط في لانش بوكس والزمزمية بقى اسمها فلاسك. المشكلة أنا مش عارف أمهاتنا كانوا بيلحقوا يعملوا كل ده إمتى بصراحة. ده أنا بقوم من النوم يا دوب ألحق أغسل وشي وأجري ألحق البصمة. الأم المصرية دي مبهرة حقيقي، يعني كانت تقومنا وتفطرنا وتلبسنا، ولو هي أم بتشتغل كانت بتنزل كمان شغلها. وعلى الرغم إن تقريبا كلنا كنا بنعمل نفس الحاجة، بس كلنا برضو مختلفين. مثلا في حتة إزاي أمهاتنا بتصحينا من النوم، فكان في اللي مامته بتصحى اصلا بالعافيه فخلقها بيبقى ضيق وتقول له اصحى احسن لك بدل ما اجيب لك بابا هو اللي يصحيك. وفي الام اللي فاهمه انت بتصحى ازاي وكانت تجيب الشبشب معاها عشان تصحيك. معلش يا جماعه، ده سلاح الام المصريه قبل التربيه الايجابيه وكده يعني. وشبشب الام ده غريب جدا، تلاقيه بيطير ويلف وراك مهما جريت، كده كده هيجيبك وهينشف في الحته اللي هتوجعك. وفي بقى الام الحنينه اللي تصحيك بدلع وبالراحة وبصوت شتوي كده، وأعتقد دول كانوا في مدارس انترناشونال يعني. أنا عن نفسي أمي كانت بتصحيني بكوباية الشاي بلبن، كانت تصحيني الصبح وتحطها لي في إيدي ففوق من دفاها واضطر أقوم عشان ما تدلقش عليا. وطبعا بعد ما نصحى بنبقى مستعجلين علشان نلحق نلبس وننزل، سواء عشان بابا يوصلك المدرسة أو تلحق الباص أو المترو بقى. ده نص جيلنا كان بيروح مدرسته بالمترو أصلا. وأنا فاكر في مرة بقى أمي راحت عليها نومة، واليوم ده كان فيه امتحان، واللي صحانا كان ابويا. عشان ايه؟ عشان عايز يفطر قبل ما ينزل. وبعد ما صحيت كنا بنجري ورا بعض في الشقه وعينك ما تشوف الا النور. بس الحمد لله لحقت الامتحان، ودي كانت اهم حاجه. وكان في موقف تاني قبل كده، فضلت سهران قدام فيلم وطبعا صحيت بالطبل البلدي، وطبعا الطبل كله كان فوق دماغي. ورحت المدرسه متاخر وفضلت محروم اني اسهر قدام التلفزيون تاني. انتوا ممكن تشاركونا بمواقف كانت بتحصل معاكم ايام المدرسه في الكومنتات او على جروبنا على الفيسبوك، هنسيب لكم اللينك في الوصف. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. فاكر بقى لما كنت بترجع من المدرسه وتتغدى وتريح شويه، كان معظمنا بيتفرج على كرتون ومش بينام. انا فاكر كنت لما برجع بجري اشغل علم سمسم او سبيستون. وفي مننا اللي كان بيحب ينزل يلعب مع اصحابه في الشارع، والجيران يفضلوا يقولوا يلا يا ابني انت وهو من هنا هنرش ميه، بلاش دوشه، واخد الكره دي هقطعها. انا فاكر في مره كنا بنلعب كره والحماس اخدنا واحد شاط كره كسر اللمبه في البلكونه بتاعت واحده جارتنا، وطبعا كلنا في ثانيه استخبينا وكل واحد طلع بيتهم، بس على مين؟ جابنا طبعا وجبنا لمبه بدلها، وطبعا خدنا حته علقه قبل كل دوت، وطبعا كل واحد خد علقه شكل. اصل اهالينا برضو كانوا كرييتيف قوي في موضوع العلق ده. بس الموضوع اتغير دلوقتي، العيال بترجع بس عشان تمسك التليفون وتقعد عليه. ببقى عايز اقول لهم انتوا فايتكوا كتير قوي والله، بتصعبوا عليا انكم بتتفرجوا على العالم من خلال شاشه. وفاكر ان كان فينا برضو الكسلان اللي بيرجع بينام ويصحى بالعافيه، ويا ساتر لو كان عندك درس ومش عامل الواجب. وسواء كنت بتتفرج او بتلعب او حتى نايم، كان لازم تقعد عشان تعمل الواجب بتاعك عشان المدرسه بكره، وتفضل كده طول الاسبوع. اما بقى يوم الجمعه اللي برضو كانوا يصحوك فيها بدري عشان تنزل تجيب العيش والفطار، ما اصل الحاج صاحب البيت اجازه،
وعايز يقعد يفطر ويلم العيلة كلها عشان نروح للصلاة. وده للأسف ما بقاش موجود دلوقتي زي زمان. واللمة بتاعت زمان يوم الجمعة على السفرة أو الطبلية أو حتى الترابيزة العادية باختلاف البيت وثقافته، بس كنا كلنا نتلم عشان نقعد وناكل مع بعض، وكنت تحس بدفى كده، مش كل واحد ياكل لوحده في أوضة وقدام الموبايل أو الشاشة. ولما كبرنا شوية ودخلنا الثانوي ودروس ثانوي، سواء كنت بتروح السنتر والعدد الكبير اللي بيبقى هناك، أو كنت بتاخد درس خاص في البيت لوحدك أو مع مجموعة، ويمكن دي على فكرة من الحاجات اللي زي ما هي برضه دلوقتي، باختلاف إن كان في كتب وملازم. دلوقتي كله على التابلت بعد ما النظام اتحدث ومواد اتشالت يعني. والحمد لله على أيامنا كنا بنعرف ناخد فلوس بزيادة لأجل تمن الملازم والكتب، وهو بنقلب رزقنا برضه. بس اتكشفت وخدت علقة برضه. تقريبا احنا اتضربنا كتير، بس ده كان زمان. وكبرنا ودخلنا الجامعة اللي كنا فاكرين إننا هنلاقي فيها شلة طارق كابو، أو حتى نجيب جيتار ونقعد على سلم المدرج زي ما تامر حسني كان بيعمل كده. ولما دخلنا ما لقيناش أي حاجة من الحاجات دي. اللعب جيتار قال والله. مفيش إلا الدكتور بس هو اللي كان بيلعب بأعصابنا في الامتحانات. نرجع تاني لموضوعنا وبيوتنا المصرية أحسن. من الحاجات اللي كانت بتميز البيوت المصرية زمان هي الزيارات والتجمعات العائلية. وكلنا عندنا قريبنا الرخم اللي يسألك جبت كام في المدرسة، ولا سمع لي جدول الضرب. ده غير مقارنتك بابن خالتك وبنت خالتك اللي عاملة عقدة لينا كلنا أصلا. مش عارف ازاي كلنا عندنا ابن خالة أو بنت خالة لازم يبقى شاطر وبيقفل ومجدي يعقوب في نفسه قوي يعني، وانت بتبقى حنبولة في نفسك. بتبقى على الله حكايتك يعني. بس انا ما كنتش حنبولة برضه الصراحة، كنت شاطر. بس كنت شقي شويتين. وافتكر ان في مرة والعيلة كلها كانت متجمعة عندنا، وانا كنت لسه عيل يعني سكة 7-8 سنين، بس كنت قرد. حبيت اعمل حركة اكروباتية كده. طلعت على الحيطة ومسكت في الماسورة بتاعت الستارة، كنت عايز اعمل فيها سبايدر مان. واضح بقى اني كنت متقل في الغدا حبتين. فما استحملتش الستارة ساعتها واخدتني ووقعت ونزلت، طبعا استموت فيها. ما اصل لو قلت اني سليم كان زماني كملت كوليكشن العلق بتاعتي. ياه بس كانت ايام حلوة بجد. ومن الحاجات المميزة جدا وكان ليها فرحة خاصة، فرحة العيد والعيدية باختلاف بقى البيوت. في ناس كانت بتحب يتجمعوا كلهم في بيت حد من العيلة، ودي كانت من المقدسات معروفة. ليلة العيد عند عيلة بابا، ويوم العيد بنقضيها عند عيلة ماما، أو أول يوم العيد هنا وتاني يوم العيد هناك. وفي ناس كانت بتحب تخرج يتجمعوا ويخرجوا، وطبعا فرحة آخر يوم رمضان اللي بنفضل سهرانين وبنلعب أو بنتفرج على مسرحيات أو فيلم جديد عشان نشرب مية بعد ما أذان الفجر يأذن. وبعدها نروح نصلي العيد. كانت أمي تجيب لي ترنج كده كان بيكبر معايا. أمي كانت جايباه ينفع لحد ما اتجوز وخلف تقريبا يعني. وفي بقى اللي بيخرج زي ما قلنا، وفي اللي بينام بقى. ما أصل سهرانين طول الليل يا دوب نفطر الشاي بلبن والبسكويت والكحك وننام بقى على كده عشان نصحى على حرب الخرز بقى. ودي حاجة كانت معروفة عندنا في الشارع. لو راجل اخرج بره البيت. هتتنتش خرزة لسوعك ولازم تاخد حقك. أما بقى دلوقتي لما كبرنا وبقينا نشتغل، العادات دي كلها اختفت. حتى يوم الأجازة ما بتصدق تريح وتنام أو تفضل سرحان في ولا حاجة. ورجعنا ليكوا تاني ونكمل حلقتنا في تفاصيل الحياة المصرية، ونتكلم عن مواضيع أكتر تخصنا كلنا، العادات والتقاليد في مصر واللي بتختلف برضه من بيت لبيت، واللي منها حاجات غريبة ومش موجودة غير عندنا احنا بس. ونبدأ بأول حاجة وهي تربية الأطفال من الجدود للأجيال الجديدة، اللي هي التربية زمان كانت العصاية ودلوقتي النصيحة. ولو رجعنا زمان هنلاقي إن طريقة التربية كانت دايما تعتمد على الزعيق والضرب، والجدود كانوا بيؤمنوا إن العصاية طلعت رجالة. وكانوا بيحبوا إن الطفل يسمع الكلام من غير نقاش، اللي هو أنت لسه هتسأل. بس عشان نكون حقانيين برضو، التربية دي كان فيها قيم جميلة زي الاحترام اللي مؤخرا اختفى وشبه اتعدم دلوقتي. اي نعم طلعت اجيال معقده وعندهم مشاكل نفسيه، بس احنا زي الفل اهو عادي. هي شويه تروما يعني وبنعالجها. دلوقتي التربيه بقت مختلفه تماما، خصوصا في المدن. الاهالي بقوا بيتناقشوا مع الطفل، وده شيء انا بحسدهم عليه الصراحه. يعني انا عندي اختي عندها بنت لسه 2 سنين بتقعد تتناقش معاه ان اللي عملته ده نوتي. وده بعد ما قلبت الشقه كلها على بعض وعورت نفسها اصلا. يا فين ايام الزمن الجميل. كنت تعمل المصيبة وتستخبى تحت السرير عشان لو اتقفشت ما اقولكش على اللي هيحصل لك.
والغريب بقى انهم بيسمعوهم بدل ما يفرضوا عليهم ويقعدوا يتحايلوا على العيال عشان تعمل حاجه. انا فاكر مره قلت مش هنزل اجيب العيش، اخويا موجود ينزل. ساعتها انا اخدت قلم لقيتني قدام الفرن. انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ وبرضه التكنولوجيا لعبت دور كبير، والطفل بقى عنده مصادر معلومات اكتر من اللي حواليه، والحمد لله ان بقى في تربيه حديثه دلوقتي بصراحه. يعني افتكرت احداث كتير صح؟ تقدر تشاركنا بيها في الكومنتات او على لينك صراحه، هنسيب لكم لينك في الوصف. ودلوقتي احنا وصلنا لاخر حلقتنا، مستنيين نسمع رايكم في موضوع حلقتنا النهارده. وشكرا على حسن استماعكم، ومستنيين مشاركتكم لينا وتحكوا لنا عن ذكرياتكم. استنونا الحلقة اللي جاية مع موضوع مختلف وشوية صياح جديد ورحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. كنتم مع مقدم إذاعة الراديو المجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.